اول حاجه من خلال التسجيل ده طبعا بردك في تعامر جديد لعبد الله جنى. عبد الله جنى اللي كان تابع لتجمع قوة تحرير السودان، في عمليه بتاعت محاوله بتاعت استهداف لعبد الله جنى من خلال التسجيل ده. بردك في عمليه بتاعت استهداف، وبردك في عمليه بتاعت شغل كده هم بيشتغلوا تحت لتفكيك برضو او حميتي شغال بيفكك في الحركات اللي هو جابهم جوا، وفي نفس الوقت برضو بيفكك الجيش السوداني نفسه. فعموما تحيات. خلونا كده نمشي للتسجيل يا شباب. هنا مرة جينا زيارة تنابريزا قلنا له فوق برهنا هو لما ما في بجمع أنا كلم ما بلموا ونصحناه لكن ما بيفهم هذا الأخير ده أنا أبغى أقول لك بالوارد نقول لك هذا إبراهيم قال له يا أخي نتفق معك من هنا أنا موجود لكن في النهاية نتيجة قالوا كيف ذاك بيجي حاقدين عليهم إبراهيم جيل اللي حاقدونا الناس مغلق. ده التيم اللي هو التيم الاستخباراتي الخاص بتاع محمد حمدان دقلو، او الغرفة السري بتاعته هو، صندوق الاسود بتاعته هو. يعني ما اعرف انه اشرح لكم كيف. المغر بتاعته السري للغاية، وبيحاولوا هناك بيناقشوا لانه كيف يقدروا يجيبوا الزول ده، يشتروا الفلان ده، يشتروه كيف يجيبوا الفلان ده، يحاولوا كيف يختطفوه مثلا من الجيش يجيبوه، او من الحركات المسلحة يشتروه يجيبوه كيف وكذا. المهم ده التيم السري بتاعته. عموما استمع انت هتعرف. كان مقدم الدنيا ده قال لنا شو يجينا فاشل هناك. كان مقدم الدنيا ده اقسم قال قوه اقسم على الدنيا محمد. ده كل ما تدو ده بس كاس امر ده سريع ما تدو. والله اقسم عبد الله حسن ده والله جاري وراه. ما ده مسري قالوا يشتتوا. اي شوف الناس ده. والله قال الا كم ده مسري نمشي كم ده مسري ده الا انا ما يا اخي اسال كانت الجنوب البكيل ده. الف سوري لاقوا الجنوب السوريه. اللي يتكلم معه. اللي يقول بعيد المحل خايف. غير موجود شنو دميه. شنو 50 ولا حاجة فيه ولا يا أخي ما خلاص لا ما بارات لين أكتر ولا زر يغيروني ولا كذا. في غايد من الغادة هو داير يشتريه، فقال امشي ادو التلفون يمشي بعيد من الناس يتكلم معي ان شاء الله مليون، كان داير مليون انا نديه وكذا. الشغل ده الزول ده ما بيشتغل فقط مع الحركات المسلحة، الشغل ده حتى بيشتري الغادة والضباط الكبار من الجيش السوداني ذاته، بيشتريهم بيدخلهم في الميليشيا بتاعه. انتبه احنا عشان ندي الامان كامل نتكلم داير الدعم السري خليه والله يكفي زود انا ما اسف ولا كنت بتامل كده عمل لي ربنا يكتب والله نبضوا لا يدور ذلك يا كده خليه انا دعم سري انا ان شاء الله انا ده خمسه انا والله ما نقول ولا لا مشكله يبقى مسؤول. اصلا انا بعرف اقرا كويس عرباتي والله بعرف زي كله. عبد الله ده قاصد لعبد الله جنى. في الليبي اللي يجي من ثلاثه هاي اللي عرباته قاعد اللي ما عرباته مبروكه ليس كل الركاب وسلاح يجيب من الدبر كاش حق الثنائي وبائي في ثلاثه والله انا غير له قروشنا وضايق وين ايوه تجيب لباني خمسه ده ماسك خاشين ماسك اي والله يخش مع الناس اسعد الناس امبارح اديناهم انا اديت امبارح اديت بيزيد والله يجي يخش والله انا بقول راي ماشي يخش مع الناس ما تقدر والله تلقى في الدعم السريع والله يجي كم ماشي زول الامور ما يجي له الدعم السريع بيجيبوك ثاني طبعا هو كلام انا اوريك الموضوع كلام ده ما داري يجي مبروك خليه لا ده ما بقول لك الدبر اللي خلوه يجري باسمه اورا يا سيد انا سيد نائب كل هذا الشط ده كله كلام انا انت اوريني متاكد انا قاعد اتكلم كنا هنا جروب برانا قاعد جروب برا
انا من الدين مشيت بامشي مشينا في موبايلي كارو جايز انت تقدم قلت لهم هات ناس دين تريجوا انا قلت له هذا الشت ده هذا الشت ده قلت له درس مني كان في يد بالشغل هذا ماش مالي فوق نار بيه شباب اللجنه ده لا انا ده انا والله انا جيت ما حقنا ده بشبه والله بشبه من هسه فرقنا فرق التروبور هذا فرقنا فرق التروبور فرقنا شنو عندنا مرتبات عندنا امتيازات لا ما زمان اخلاقنا ما زمان البقول زمان ده هو تابع ممكن يكون تابع لجماعة همتي او كده مرتبك من التسجيل ما زمان اسمع بس انت وحربنا اسلوبنا اي حاجه تروبور بس نوريكم جد لكن عندنا مرتب الدور عندنا امتيازات عندنا اي حاجه لكن اسلوبنا كله شغالين شغل تروبور بس ماشي كويس عبد الله بان صلاح من تروبور جيرانين يا اخي لازم الامكانيات الدوله لا كويس هذه كلامه والله عبد الله احسن منه عبد الله بان صلاح كثير هنا مسكنات مليانه واقفه عبد الله انا بعرف الشباب والله في دعوه والله بيجيب الزول اللي بقول التسجيل القديم ده كلام ما صحيح. الزول ده حين بقول سيد النائب مينو النائب رئيس مجلس السيادة. سيد النائب وين همتي زمن البشير كان نائب لبشير. قوم لف يا زول الشغل ده لانه خاشبا سليم لانه تسجيل ده خطير جدا. اسمع بس انت اسمع الكلام ده. الرسالة ده اتمنى يوصل لاخونا عبد الله جنة مهما كانت الاختلاف بيني وبينك. التسجيل ده اسمعه كويس وانتبه لنفسك جايك الاستهداف ده كويس. الاستهداف ده مستهدف به ايضا عبد الله جنة. والله توجهنا شان يزول ده ما تجي لا نزول غشان حسن لو مش الكلام ده زحجان طبعا من عبد الله جنة انه غشانه لانه بعد ما عملوا اتفاق سلام وجوه طبعا عبد الله جنة طبعا ما قبل بالاستفزازات بتاع الجنجويد وكذا ويتضارب مع الميليشيات دي اكثر من مره وكذا. فهو بيفتكر انه كده غشام لانه من المفترض طالما عملوا سلام وجابوا جوا كان يسكت يخرس يقتلوا له اهله ولا اي حاجه يسكت يخرس ما يقول اي حاجه. فهو شويه زعلان انه زول ده غشانه عشان كده لو جابوا جوا انا ما اعرف الزول ده موجود وين هو داير يجيبه جوا كويس. ففي عمليه كده حاصله يعني في شغل خطير وسخ. انا في الجيل ده سبب في الموضوع دول داري قدام السلم ولا قالوا كان جيت مشككين هذا ذاته شنو يا اخي الواحد ده لو ما نعرف ولا تستفادوا ما هم ما قادرين يعملوا حاجه ولا مريحه بالفرق كل ما يقول لهم يا عبد الله جل الوالي قال لنا ما الوالي قال ما بس طلعوا من يا سيد الرئيس الزمان يقولوا يجيبوا ده في ليبيا يلقى الضابي هنا قال انه ناس الجيش ما قادرين لعبد الواحد او ما قادرين يحاربوا عبد الواحد فقال رموا لي حبل في رقبتي. قال لو ما انا والله قال ناس الجيش ده ما قادرين لعبد الواحد عشان يحاربوا فقاموا رموا لي حبل في رقبتي ورطوني معه وخلوني. المتأثر ولا خطأ أنا أنا زمان الجيران والكلام ده أفايت شنو داري الله يشوف بنا ما داري أنا عملت خلاص أنا قاعد الله ده فرصة هاي دي والله شباب الصوت عالي شديد. كله بالإجماع يا يسرى يا يسرى من القبيلة يعني يعرفون جدا مؤسر يبعدوه من النصرة فيه هوا صح كلامك لأنه قاعدين برا. أنا ما داير أقول قاعدين برا وين عشان البلكونة وكده. مرة جينا عموما انتوا استمعتوا للتسجيل بتاعه فمن خلال تسجيله ده بيشرح لك كمية المؤامرات اللي بيعملوا رئيس ميليشيات الجنجويد محمد حمدان قتله
على الشعوب السودانية إنه ينتبه. ده خطر، ده خطر لكل الشعب السوداني. رئيس ميليشيات الجنجويد بيفتكر نفسه باستعلاء على الموارد بتاعت الدولة السودانية، باستعلاء على الموارد بتاعت الشعب السوداني، ممكن يقدر كويس، ممكن يقدر يشتري بها، ممكن يقدر يشتري بها الشعب السوداني. وزي ما استمعت هنا في البدايات بتاعت اللايف او في البدايات بتاعت التسجيل الصوتي، يعني في عملية بتاعت منافسة ضخمة مع الجيش السوداني، يعني عنده عملية بتاعت غبن حتى اتجاه الجيش الدلوكة اللي ما قدرت تحمي شعبها ولا قدرت انها تصنع عملية بتاعت اللي هو تعايش بين شعبها. يعني عنده غبن قاتل جدا جدا. لو استمعت لبداية اللايف الحديث اللي ذكر من انه الجيش حتى يعني ما داري انه يشوف مثلا ميليشيات الجنجويد او الدعم السريع كمجموعة كده متجولين كده في حتة كثيرة وكده داري يقسمهم وكذا. فعموما في عبدو قال لي كرر التسجيل الصوتي. والله بيكون مهم لو كررناه لانه ده تسجيل خطير جدا، وحابب انه الناس كتار لابد ينتبهوا على الحاجه ده. التسجيل ده سري للغايه، سري للغايه، ما ممكن يترك مجال لتسجيل زي ده انه يطلع برا مثلا ويستمعوا الشعب السوداني وكذا، لانه ده حديث خطير جدا. لكن ضروري اننا نكرر يا شباب. اسمع استمع، ضروري شير يا شباب، شيركم ضعيف، ادونا شير وملصقات، ضروري جدا. الحديث ده حديث خطير جدا، وبعد شويه حنجي نتكلم في موضوع بتاعت ام دخن اللي حصل للسلامات الموجودين في ام دخن وكذا. عموما تحيات. هنا مرة جينا ما زيارة تناغريزة قلنا له فكر هنا هو لما ما في بجمع أنا كلم ما بلموا ونصحناه لكن ما جبنا لا هذا ما بني الأخير أنا أبغى أقول لك بالوارث نقول لك هذا إبراهيم قال له يا أخي نسافر معك من هنا أنا موجود. شير يا شباب. في النهاية نتيجة قالوا كيف جات بيجي حاقدين عليهم أنا جيت بيجي حاقدونا الناس المقدرة الدنيا بيجي عندنا شو جينا فاجر هناك. اي متي الجيش ده حاقدننا، اي جيش حاقدننا، ايوه وهو بيساند. هاي كلامك. انا قلت لك الزول ده مغبون غبن، يعني غبن في كل الشعب السوداني، حتى الناس اللي صنعوه الجيش الدلوك اللي نحن مغبونين منه ده، الجيش له ذاته غضبان فيه غضب ما تبي. وفي قريب نهايات تسجيله في هناك حته بذكر زحجان من الجيش قال الجيش ده ورطوني مع عبد الواحد، هم ما قادرين لعبد الواحد فقاموا ورطوني انا معه وخلوني السجال خلوا لي في رقبتي. هناك زحجان طبعا في نهايه التسجيل. استمع الكلام ده يا شباب، خلونا نسمع. انا ما داير اتكلم ده، انتوا اسمعوا بس ما داير اتكلم تاني، خلاص كفايه. هنا مرة جينا ما زيارة تناغريزة قلنا له فكر هنا هو لما ما في بجمع أنا كلم ما بلموا ونصحناه لكن ما جبنا لا هذا ما الأخير أنا أبغى أقول لك بالوارث نقول لك هذا إبراهيم قال له يا أخي نسافر معك من هنا أنا موجود. لكن في النهاية نتيجة قالوا كيف جات بيجي حاقدين عليهم أنا جيت بيجي حاقدونا الناس المقدرة الدنيا بيجي عندنا شو جينا فاجر هناك المقدرة الدنيا ده أقسم لك القوة أقسمها الاثنين يا محمد. ده كل ما تدو ده بس كاس أمن ده سريع ما تدو والله أقسم عبد الله حسن الزول ده والله جاني وراه أي شوف الناس ده ده قال إلا كم جد ده مسريد كم ده مسريد إلا أنا ما يا أخي أسيد تقولوا الذكي ده. الصوتية ما قديم يا اسمه سنوسي. الصوتية ما قديم، الصوتية جديد، ومن خلال الصوتية ده حتعرف السيد النائب وكداك حميتي. إذا قلت قديم ما كان نائب، التسجيل ده حسي حميتي نائب لبرهان، وانت حتعرف من خلال التسجيل ده. بس استمع انت. ألف سوري لاقوا يجيبوا الدنيا السورية اللي يتكلم معه اللي يقول بعيد من هذا الخايف غير موضوع شنو دمية شنو 50% ولا 5% ولا يا أخي ما حنا ما بارات كاين أكثر ولا زر يغيروني ولا كذا كويس. أنا عشان أدي الأمان كامل يتكلم داير الدعم السريع خليه والله يكفي زلمة. أنا ما أسف وأنا كنت بتأمل كده عملي ربنا بتنسى والله مقبول.
يدور ذلك على خمسة دقائق أنا عندما أنا إن شاء الله أنا خمسة أنا والله لا مشكلة يبقى مسؤول أصلا أنا بعرف كلمات كويس عرباتي والله بعرف زين كله عندنا قلنا نلم منهم في الليبي اللي يجي من ثلاثة أنا هذا عرباته قادم ما أدري عرباته مبروكة ليش كله بكرة وسلاح يجيب من الدبر كاش والله أنا غير له قروشنا وضايع وين عرباتي وين يجي تفوت الدعوة أين تجيب لباني وخمسة خمسة دم أفكار خاشين وأفكار أي والله مش مع الناس أصعد الناس مبارد الدنام أنا الدنام مبارد الدنام كيف يجي يخش والله أنا بابور رايم ماشي يخش مع الناس والله تلقى في الدعوة السريرة والله يجي كم ماشي له زول المهم يجي له الدعوة السريرة بيجيبوا كتانة أنا أريد أن أقول لك أنا أفهم ما داري مبروك خليهم لا ده الدبر ده الدبر اللي ما خلوه يجري بثمان أورا يا سيد سيد النائب أول هذا الشط ده كونه كلام أنا أنت أوريه وتكلم أنا قاعد أتكلم كنا هنا جروب برا أنا قاعد جروب برا أنا من الليل مشيت بامشي مشيت من جويلين كارو قاعد أنت تقدم قلت لهم هات الناس دين تريجوا أنا قلت له هذا الشط ده قلت له درس مني كم تيجي بشتري أنا هذا ماش ما يبغى نعرف لا ده لجنا ده لا أنا ده أنا والله أنا جيت ما أكنا ده بشبه والله بشبه من أسي فرقنا فرق وزاد فرق التوروبورا ده فرقنا فرق التوروبورا ده فرقنا شنو عندنا مرتبات عندنا امتيازات لكن أخلاقنا وحربنا وأسلوبنا أي حاجة توروبورا بس نوركم جد لكن عندنا مرتب الدور عندنا امتيازات عندنا أي حاجة لكن أسلوبنا وكل شغالين شغل توروبورا بس ماشي كويس عبد الله بنفسه إنه في توروبورا جهانين لازم الإمكانيات الدولة لا كويس كلامه والله عبد الله أحسن منه عبد الله بنفسه كثير هنا مسيرات مليانة واقفة عبد الله أنا بعرف الشباب والله كده والله بيجيب زور فارس والله تجار ثاني يزول ده ما تدي لا نقول غشان حسن لو بشيء برا الكلام ده أنا فجيت الكلام ده هو قاصد غشانة الحديث ده قاصد بو عبد الله جنة اسمه الكلام ده فجيت أنا سبب في الموضوع يقول ده قدام السليم ولا قالوا كان جيت مشكك هذا ذات شنو برضو شوي ياخذ الواحد ده لو ما نال وما استفادوا ما هم ما قادرين يعملوا حاجه ولا مريحه بالفرق كل ما يقول لهم يا عبد الله جل الوالي قال لنا ما الوالي قال ما بطل طلعوا من الى سيد الرئيس زمان يقولوا يجيبوا ده في ليبيا يلقى الضابي الوالي من المسكر وانا خطاوس انا هذا كمان في ليبيا تلقانا والكلام ده افايت شنو تاريخي الله يشوف كده ما تاريخي انا عملت كده عشان قاعد الله جاب فرصه هذه هي والله انا جاب لي معاي يا يطرد يا يعفى من القبيلة يعني يحفظون ذات المسرف يبعدوه من المسرف. تحيات يا شباب. الرسالة وصلت وانتم عارفين شكلية التعامرات بتاعت محمد حمدان دقلو رئيس ميليشيات الجنجويد. الموارد المالية بتاعت الشعب السوداني والموارد بتاعت الدولة السودانية بيستغلوا كله لمحاربة الشعب السوداني. الكلام ده الشعب السوداني لابد ينتبه. وبالنسبة للحديث دائما تسمع من برهان، الكلام اللي بيتكلم برهان انه والله الجيش والميليشيات الدعم السريع غلب رجل واحد، كلام ده ما صحيح، كلام ده كله ما صحيح. لكن بيتم نفسه اللي هو
برهان بيطمن نفسه لأنه ما عنده حل غير إنه يطمن نفسه. فالجيش والميليشيات الدعم السريع إن كان الجيش خصنا ميليشيات الدعم السريع إلا على إنه في خلاف كبير جدا بينهم. الحاجة الثانية زي ما انتوا شفتوا المحاولات بتاع البيع والشراء كويس دائما بيحصل دائما الكلام ده طبعا وسط الثوره وكذا بيحصل الكلام ده. وزي ما انا قلت يعني انه دائما الثوري طبعا ما بيتباع لكن الانتهازي ممكن يتباع. والانتهازي ده ممكن يكون في اي مكان يعني ممكن يكون وسط الثوره وسط الثوار السلميين ممكن يكون وسط الثوار العسكريين ممكن يكون وسط يعني الانتهازي ده دائما بيتباع لكن الثوري الحقيقي ما بيتباع مهما كانت الثمن ما بيتباع اطلاقا. فزي ما انتم عارفين انه الشعب السوداني ما حيلقى امن وامان في ظل وجود ميليشيات بتاعت حميدتي واخوه اللي هو حميدتي رئيس الميليشيا واخوه شقيقه نائب له للميليشيا ده. فالشيء الغريب جدا انه يجي يرسموا لك انه والله الدعم السريع هو قوميه. يا زول قوم لف، انت تكذب علينا ولا تكذب على روحك ولا تكذب على من المستحيل تكذب على الشعب السوداني وتقول الدعم السريع قال انه ما ميليشيا وانه ده هو قوميه. هو زول رئيسه واخوه شقيقه نائبه والميليشيا الهدف بتاعته الرئيسي لإبادة الشعوب السودانية وما قصرت في إبادة الشعوب السودانية. قتلت الشعوب السودانية يعني أعداد مهولة جدا ومستمر في غضله. زمان لما نحن كنا قاعدين نقول إنه الميليشيات الجنجويد ديل بينفذوا في أجندة أكبر من المخيلة بتاعت الشعوب بتاعتنا. يعني ما يخموكم أهلي بالذات هناك كمان في دارفور ما يخموكم بإنه والله نحن قبائل عربية والله فيرسس أو قبائل عربية ضد ما عارف قبائل أفريقية إكس وزي. ده كلام فارغ ساكت. ميليشيات بتاعت محمد حمدان دقلو لن يترك مواطن سوداني أصيل لديه بقعة جغرافية يتسمى باسمه أو حكورة أو قطاع أرض أو نيل أو قوس أو وادي ما بيتركك آمن سالم إطلاقا. ما حتكون سالم. فيجب على الشعوب السودانية وعلى الشعب السوداني إنهم ينتبهوا ويتوحدوا ضد العصابات ديل وضد الكيزان بتاع إنهم القتلة عشان الناس تصنع تغيير وتصنع حرية. أي كلام غير ده الشعب السوداني برمته حيدفع الفاتورة. حاليا الشعب السوداني قاعد يدفع فاتورة اقتصادية خانقة اللي بيسبب له الميليشيات دي بسرق الموارد بتاع الدولة السودانية. فاتورة أمنية من كل أنحاء السودان. أي مواطن سوداني يعني تم غضله تجي تفتش تجي تلقى السلاح والذخيرة والآلة الحربية طلع من جيوب أو من مخازن بتاعت ميليشيات الجنجويد. فيجب انه الناس تنتبه. زمان الناس بالذات البعض من الشعوب بتاعنا كانوا بيفتكروا انه والله ميليشيات الجنجويد ده اللي هو حيقهر فقط حينحصر دوره في قتل ارقيات معينة. لكن ده ما صحيح. هيقتل كل الارقيات بتاع الدولة السودانية. وزي ما نحن قلنا اي الجيش السوداني ده يعني ارتكب اخطاء فاضية ويجب انه يتحاسب على الاخطاء ده. لكن الجيش السوداني ايضا سيتم ابتلاعه بالكامل بنسبة 100%. ميليشيات الجنجويد بتاعت حميدتي هيبتلع الجيش السوداني بنسبة 100%. واي يوم بعبر والشعب السوداني ما استطاع انه يصنع تغيير جذري. بمناسبة انه الدلوكة بتاع برهان ده او الجيش اللي انا سميتهم دلوكة ده ديل حيدخلوا في فتيل زيادة. حاليا حميدتي بيشتري ايضا الدباتهم بقروش ديل بيشتريهم عديل بقروش حية عديل. سوق اللي هو السوق الاسود عديل بيشتريهم بداخلهم زي ما اشترى الحركات المسلحة زي ما اشترى حميدتي بالقروش كاش عن طريق التسجيل الصوتي ده اللي استمعته. زي ما حميدتي اشترى بقروش كاش اشترى الحركات المسلحة وجابهم قاعد يشتري ايضا دبات بتاعت الجيش قاعد يشتريهم يحولهم من انه ضابط في الجيش ليبقى ضابط في ميليشيات الجنجويد. فبالتالي الامر ده هو خطير برمته للدولة السودانية وخطير برمته للشعب السوداني. لأنه الهدف بتاع الميليشيات بتاع الجنجويد هي التغيير الديمغرافي بالكامل. والشيء الأخطر من كده إنه حدودنا السودانية فاتحة لكل الأجانب بتاع الدول الجوار
لكل دول الجوار فاتحة، قاعدين يجوا يدخلوا بأمر من هذه الميليشيات ويستوطنوا داخل الدولة السودانية. ما تقول لي فقط في دارفور، القصة ما بنحصر فقط لدارفور، الناس زي بيستوطنوا في كل ربوع السودان. والغرض الأساسي اللي بعمل رئيس ميليشيات الجنجويد محمد حمدان دقلو، الهدف الأساسي وراء الكلام ده لأنه هو داير يعمل اللي هو داير يصنع التغيير الديموغرافي ده عشان يقعد في الحكم ويجي يقعد في كرسي السلطة للأبد. فيجب على الشعب السوداني انه ينتبه في الحته ده، والناس تتوحد والناس تتماسك والناس تنتفض. يجب انه يكون في انتفاضه ضد الميليشيات دي في كل انحاء السودان، انتفاضه عسكريه ما انتفاضه سلميه لوحده، انتفاضه ايوه سلميه ايضا بتحلك انت عموما انتفض، اعمل حاجه عنده علاقه بالرفض، ما تسكت. سكوت بتاعتك ده هي تقديم الهديه لهذه الميليشيات، السكوت بتاعتك ده هي عملية بتاعت مساعدة لهذه الميليشيات. كلما انت سكتت كلما انت قدمت لهم هدية. بمناسبة السكوت بتاعك ده زي ما انت جبت الدولارات من الخزينة عديتهم، السكوت بتاعك ده زي ما انت يعني كأنما انت جبت دولارات قدمت عليهم هدية كده. ما تسكتوا يا الشعب السوداني وما تتجزوا، انتبهوا من الكلام ده، انتبهوا. الدعم السريع اللي هو ميليشيات الدعم السريع او ميليشيات الجنجويد هم دايرين الشعب السوداني ده يتقسم ما بين مؤيد للعروبة ورافض للعروبة. انتبهوا. والقصة في السودان لا يمكن يكون القصة قصة عروبة وقصة أفريكانية والكلام الفارغ ده. القصة انه الشعب السوداني بيحلم بانه يجيب دولة وطنية، دولة يحترم تنوعنا العظيم ده، دولة يكون فيه سيادة حكم القانون. كلنا نحن تبقى بمبي أرقد تبقى مين ما تكون يحكم بيننا القانون، وقانون اللي بقصد به حميتي طبعا هو قانون الغابة. تدوق تقتل تشيل تسرق زول بس على ما في طالما انت موالي لميليشيات المرتزقة بتاعهم ديل. فيجب على الشعب السوداني احرار ابناء الشعب السوداني اننا نتماسك، ما تتركوا لحميتي غرفة عشان يجي يندس فيه بباب العروبة ولا باب حميتي. ما عنده اي مشكله انه يغير التوجه الارغي، مثلا يجي يقول او يجي يتبنى افريكانيه، يقول الليله انا افريقي، يمشي يلبس الجلد بتاع النمر ولا اسد ولا اي حاجه، يجي يرقص معنا رقصاتنا وما عنده اي المعنى بتاعته حقيقي انه هو داير يقعد وباي كيفيه كويس وباي كيفيه خصما لإرادة الشعب السوداني، أو علامة هو إنه ينحق بها الشعب السوداني. الكلام اللي أنا داير أقول يجب إنه الشعب السوداني يتوحد، ويجب الشعب السوداني ينتبه. الشعب السوداني لا بد ينتبه. حميتي وميليشياته دخلاء وسط الشعب السوداني. الكلام ده أنا بقوله بفم المليان ومسؤول منه. حميتي وميليشياته الجنجويد دخلاء وسط الشعب السوداني، وده غلطة الكيزان المجرمة اللي ارتكبوا جريمة كبرى لا يغفر عليه إطلاقا. الغلطة اللي ارتكبوا إنه فتحوا الحدود بتاعنا وجندوا أجانب دول الجوار كويس لقتل الشعب السوداني. كانوا بيفتكروا انه الاجانب ديل حيفزعوهم من اخوانهم السودانيين اللي انتفضوا ضدهم، اللي انتفضوا ضد الظلم، واللي دايرين يتساووا، واللي دايرين كذا. ارتكبوا خطأ فاضح جدا. نحن ما دايرين نجيب في النقطة بتاعت خطأ ده ونتباكى ونسوي كذا. الشعب السوداني يتوحد. حميتي يعني إذا نحن فتحنا له الباب بإنه نحن اتقسمنا بين والله ما أعرف عرب وزرقة وكلام الفارغ ده، حميتي حيلقى حاضنة هنا. يجب لا يترك، يجب إننا ما نخلي مجال بتاع سخرة إنه يلقى حاضنة وسط الشعب السوداني. طالما ميليشياته ديل بيقتلوا في الشعب السوداني، بيسرقوا موارد الشعب السوداني، بيغتصبوا الفتاة السودانية، يجب أن لا نترك له. شفت الراكوبة بتاعت كانيو الما بيحميك من فصل الخريف ده، يجب إننا ما نترك له المجال ده. يجب الناس ينتبه يا إخواننا، الناس لابد تعرف اللي بالذات في دارفور في حاجة واحد الناس لابد ينتبه. الميليشيات اللي بيقتل في الشعب الدارفوري ميليشيات موالية لحميتي بالكامل، ميليشيات تابعة لحميتي بالكامل.
ميليشيات تابعة لحميتي بالكامل، ما في زول عشوائي كده بيمشي بيقتل له في زول طاخ طاخ. الميليشيات اللي بيقتل في الشعب الدارفور ده كله ميليشيات بتاع حميتي. ميليشيات اللي بيقتل في الشعب السوداني اللي قتل 29 رمضان في الخرطوم تابعين لمحمد حمدان دقلو. الميليشيات اللي بيقتلوا في جبال النوبة تابعين لمحمد حمدان دقلو. الميليشيات اللي بتسرق الذهب في الشمال تابعين لمحمد حمدان دقلو. ميليشيات اللي بيسرق في البحر الأحمر تابعين لمحمد حمدان دقلو. ميليشيات اللي بيسرق وسط السودان كلهم تابعين لمحمد حمدان دقلو. ميليشيات الدعم السريع ونص أفراده جايين من دول جوار، نص أفراده ليلة عنده جنسيتين، جنسية تشادية، جنسية أفريقيا الوسطى، جنسية نيجر، جنسية يا اخوانا ليبيا. نص أفراده جايين بجنسيات من دول الجوار.